بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هناك 10 علامات تظهر على الشخص المسحور في شهر رمضان بسبب تقييد خادم السحر في الشهر الكريم. العلامة الأولى: زيادة الكوابيس والفزعات والأحلام المخيفة التي لا تظهر إلا في الليل، وعادة لا يحدث مع الإنسان الطبيعي في رمضان، لأن شهر رمضان مبارك وروحانيته عالية، ومن المفترض أن تقل هذه الأحلام، ولكن هذا لا يحدث مع المسحور. العلامة الثانية: خوف شديد وقلق واضطراب نفسي من الداخل، وهو انعكاس لشعور الخادم الذي يشعر به خلال شهر رمضان، ويبدأ خفيف في بداية شهر رمضان ويزداد كلما توغلنا في شهر رمضان الكريم، حتى يصل في نهاية رمضان إلى حالات سيئة، ربما إلى التشنج العصبي أو الهلوسة الفكرية. العلامة الثالثة: كثرة الانفعالات والغضب على أتفه الأسباب، وهذه أوضح علامة تظهر على المسحورين في شهر رمضان. العلامة الرابعة: الشعور بالوحدة والتيه، فالمسحور في رمضان يشعر أنه وحيد وتائه حتى لو حوله الأهل والأقارب والأصحاب جميعا، وفي الليل يرى نفسه تائها في أماكن مظلمة أو في بلاد غريبة أو في المقابر. العلامة الخامسة: الحزن والشعور بالقهر في مواقف ربما تافهة جدا، وهي حالة نفسية عند خادم السحر تنعكس على المسحور، لأن في شهر رمضان خادم السحر يشعر أنه مظلوم ومقهور ومكتف، ولا يعرف أنه قيد بأمر إلهي. العلامة السادسة: الشعور دائما بفقد شيء عزيز أو غالي، وتحدث هذه العلامة في حالة واحدة، وهي عند وقوع خادم السحر في حب المسحور، فيشعر في شهر رمضان بافتقاد حبيبه، وينعكس شعور خادم السحر على المسحور. العلامة السابعة: الإحساس بالتقيد في الحركة وعدم الراحة في المشي. العلامة الثامنة: وجود ضعف وكسل وإجهاد عام في جسد المسحور بشكل مبالغ فيه عن الطبيعي. العلامة التاسعة: الصداع الرطيب والدوخة وألم في أسفل الظهر. العلامة العاشرة: كثرة الاحتلام خلال شهر رمضان، ويحدث في حالة واحدة فقط، عندما ينزل القرار إليه وهو في داخل جسم المسحور. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المتابعة.